والآن ندع المتكلم الأول من الفريق المؤيد الأول ليقدم آراءه وحجاجه. صوتي مسموع؟ نعم مسموع. والدهر كالبحر لا ينفك ذا كدر، وإنما صفوه بين الورى لمع. لو كان للمرء فكر في عواقبه ما شان أخلاقه حرص ولا طمع. سيدي رئيس المجلس، أعضاء لجنة التحكيم الأفاضل، زملائي من كلا الفريقين المؤيد والمعارض، وجمهورنا الكرام، أرحب بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على محمد أفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه المعتمد. أما بعد، فنحن اليوم الفريق المؤيد، ونود أن ونؤيد قضيتنا اليوم، ألا وهي جائحة كورونا جلبت الخير للعالم. وقبيل أن أخطو إلى طرح الحجج وبيانها، أود أولا أن أعرف لكم استراتيجية التي سنقوم بها. أنا المتكلم الأول سأتحدث عن التأثير الإيجابي للبيئة، وكذلك سأتحدث عن الناحية الصحية، وكذلك وسيتناول صديقي المتكلم الثاني عن الناحية السياسية والتربوية وغير ذلك من النواحي الأخرى، وسيقوم أيضا بمهمة التفنيد والرد، وسيقوم أيضا بالتلخيص. بداية أود أولا أن أعرف لكم المصطلحات في ظل هذه المناظرة. كورونا هو مرض معدي ينتشر بشكل عالمي، ثم سأواصل إلى التأثير الإيجابي للبيئة. كما عرفنا أن هذه الجائحة يقلل استهلاك الوقود، وكذلك يخفض ويحطط التلوث والنشاط الصناعي. على سبيل المثال إغلاق المطار، وإغلاق المطار واقع في حياتنا اليوم، كما حدث في بريطانيا هيثرو، وكذلك في إندونيسيا كذلك. وإغلاق المطار سوف يقلل استهلاك الوقود، لأن الطائرات لا تعمل، وكذلك يخفض تلوث الهواء، فسوف سينتهي به إلى تحسن جودة نقاء الهواء. ثم بناء على ما بينت لكم بأننا نؤكد تأكيدا قويا بأن جائحة كورونا جلبت الخير للعالم. ثم جائحة كورونا تؤدي إلى تخدير العالم البري من جديد الحياة. نرى الواقع أيها السادة، العالم يتحسن بوجود كورونا، العالم يكون العالم يكون خيرا، يكون أحسن بوجود هذه الجائحة. وجود التخدير في عصر الوباء، في عصر هذه الجائحة، من التأثير الإيجابي بهذه الجائحة. ثم هذه الجائحة أيضا يلفت انتباه البشرية إلى الحفاظ على البيئة المحيطة بها. نحن نعي بأن نقوم بالحفاظ على البيئة المحيطة بنا. نحن بهذه الجائحة نحن نعي بأن نحفظ النظافة في البيئة المحيطة بنا. ثم هذه الجائحة أيضا يؤدي إلى تنظيف وتصفية المياه الجارية، وهذا كما حدث في مدينة البندقية.
لاحظ سكان مدينة البندقية الإيطالية تحسنا كبيرا في جودة مياه القنوات الشهيرة التي تمر عبر المدينة. تفضل بمداخلتك. لقد قلت بأن تخدير العالم البري هذا يتحسن بوجود كورونا، ما دليلك على ذلك؟ من فضلك أن تعيد مداخلتك. قلت بأن تخدير العالم البري هذا يتحسن بوجود كورونا، ما دليلك على ذلك؟ أخي الكريم، يا أخي الكريم، نرى في الواقع بأن العالم يتحسن بوجود كورونا، بأن العالم يكون أحسن من السنوات بوجود كورونا. نرى في الغابة هناك وجود التخدير في الغابة، في الجبل، في الهضبة، في الهباط، بوجود هذه الجائحة. هذا لو قلت هذا بأنك لم ترى البيئة المحيطة بك. واصل كلامي. هذه الجائحة يؤدي إلى تنظيف وتصفية المياه الجارية كما حدث في مدينة البندقية الإيطالية. في تلك المدينة هناك النهر الكبير الجاري تمر عبر المدينة. المياه القنوات الشهيرة تمر عبر المدينة. وبوجود هذه الجائحة تكون القنوات صفيا نظيفا يمكن رؤية السمك فيها، وهذا الدليل بأن جائحة كورونا جلبت الخير للعالم. ثم سأتحدث عن الناحية الصحية. هذه الجائحة علمتنا بأن نعي بالحفاظ على البيئة، على الصحة. وهذه الجائحة أيضا علمنا بأن نقوم بالحفاظ وهذه الجائحة يعلمنا فوائد غسل اليد، فوائد ارتداء الكمامة، فوائد استخدام الإجراءات الاحترازية الصحية. وبناء على هذا بأننا نؤكد مرة ثانية جائحة كورونا جلبت الخير للعالم. طيب، نحن الفريق المؤيد نؤيد للمرة الثالثة بأننا نوافق على هذه القضية موافقة تامة بأن كورونا يؤدي إلى التأثير الإيجابي للعالم. وهذا موقفنا. شكرا. شكرا جزيلا. والآن ندعو المتكلم الأول من الفريق المعارض الأول ليقدم آراءه وحجاجه، وأمامه 7 دقائق. قبل كل شيء صوتي واضح؟ واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في بداية خطابي إخبار بأنني أحبكم في الله، ولو كنت أملك أن أهديكم عيني لوضعتها بين أيديكم، ولو كنت أملك أن أهديكم قلبي لنزعته من صدري ثم أقدمه إليكم، ولو كنت أملك أن أهديك عمري لوضعت أيامي تحت أقدامكم. ولكن أيها الأحباء، لا أملك سوى الكلمات وعبارات الكثيرة من صادق التعبيرات عن الحب إليكم، فلتكن هي هديتي إليكم جميعا. أشكر لصاحب المعالي رئيس برلمان المعقر وصف الحكام العادلين المحترمين، أصدقائي من كلا الفريقين الموالاة والمعارضة، ولا أنساكم أيها الجمهور الكرام. أرحب بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعنا في هذه الأمسية الطيبة أيها الجمهور لنناقش قضية المجلس التي تقول جائحة كورونا جلبت الخير للعالم. فموقفنا كالمعارضين تجاه هذه القضية أننا نعارض هذه القضية لإثبات أن جائحة كورونا لا تجلب الخير للعالم بل الشر. وسنسرد من الحجج والأدلة ما تؤكد صحة موقفنا في هذه القضية، وستعتمد أغلب الحجج والبراهين تحت فكرة رئيسية ألا وهي
الجائحة مصيبة وليست نعمة، ولكن فإن شاء الله سوف تحتوي كل الحجج والبراهين تحت 4 محاور. الأول المحور الواقعي الصحي الاقتصادي والتعليمي، وأنا كالمتكلم الأول سوف أقوم بشرح المحورين الأولين، وسيكمله المتحدث الثاني بذكر المحورين المتبقيين مع التلخيص. ولكن أيها الجمهور وسادتي الحكماء، قبل أن أتطرق إلى ذكر الحجج والبراهين تفضل بالجلوس. دعوني أن أفند القول من المتحدث الأول، حيث أنه يقول وجود الجائحة يقلل التلوث بإغلاق المطر، ولكنه لم يأتي كم نسبة في المئة التي تشير بأن هذه الجائحة يقلل التلوث، ويتكلم فقط بالكلام من عنده، ولا يعتمد القول إلا ثبتت فيه بحث العلم، فإن دل على شيء فهذا دليل على عدم ضعف كلامهم، وأشد من ذلك دليل على بطلان ما جاء به. الآن أنتقل إلى ذكر المحور الواقعي. أيها الجمهور الكرام، الجائحة واقعة وسيئاته كذلك واقعة، مثل ماذا؟ عدد الوفيات في العالم بلغ إلى 5.8 مليون ضحايا، والله أكبر. وأشد من ذلك بلغ المصابين في العالم إلى 200 مليون المصاب، وهذا دليل على ليس فيه شيء دليل على أن الجائحة تجلب الخير للعالم. ودليل الآخر من ذلك الجائحة تؤدي إلى تعطل جميع الجانب من جوانب الحياة، مثل المطاعم، الفنادق، الأماكن السياحية. بوجود الجائحة هذه الأماكن لا بد أن تغلق. ما النتيجة من هذا؟ دخلهم، أي من يعمل في هذه الأماكن دخلهم تنخفض، وهذا يؤدي إلى انخفاض الاقتصاد. أيها الجمهور، هذا دليل على أن الجائحة لا تجلب الخير للعالم بل الشر. تفضل بالمداخلة. غير موجود؟ إذن سأواصل كلامي. ودليل آخر من هذا كثرة البطالين. لا نتكلم في العالم، فقط في الإندونيسية البطال بلغ عدده خاصة أثناء الجائحة إلى 8.75 مليون، ليس ألف بل مليون. هذه مصيبة ليست نعمة. الجائحة مصيبة وليست نعمة. والآن ننتقل إلى المحور. تفضل. عفوا لا أسمع صوتك. نحن لا ننكر بأن هناك عدد الوفيات بوجود الكورونا، ولكن ننظر بعد وجود هذه الكورونا كانت الجودة الصحية في كل دولة مترقية. أدركت كلامك. يكفيك. الآن نقارن أيهما أشد، الموت أو ارتفاع الصحية؟ أنت تموت، هذا النفس من أغلى شيء في العالم، كيف تقارن بين هذا وهذا؟ هذا دليل باطل. والآن أنتقل إلى المحور الصحي. أيها الجمهور، من ناحية صحية الجائحة تؤدي إلى مرض جسميا وكذلك نفسيا. ما المثال على جسميا؟ على ناحية جسمية، الأول يؤدي إلى الحمى، وكذلك يؤدي إلى التعب، وكذلك يؤدي إلى ألم في الرأس، وكذلك الألم في الحنجرة، وغير ذلك من المرض أو الألم التي جاء بوجود هذه الجائحة. وثاني من ناحية نفسي، قد يؤدي إلى الخوف الشديد، قد يؤدي إلى رهاب الأجانب أو ما نسميه به سينوفوبيا، وكذلك القلق الشديد. فهذا كلها دليل على أن الجائحة لا تجلب الخير للعالم بل الشر. فبهذا أيها الجمهور لقد انتهيت من شرح الهجة والبيانات التي توضح وتؤيد صحة موقفنا تجاه هذه القضية، وعكسه في حق المعارضة، أي ما جئت به تكون دليلة على أنهم
على الضلال والبطلان. فأقول لهم أيها المعالين ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي موقفنا فما نحن لكم بموافقين. شكرا على الاهتمام. شكرا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ندعو المتكلم الثاني من الفريق المؤيد الأول ليقدم آراءه وحجاجه وأمامه 7 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به ماء الزلالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك المعبود المتفضل المحمود، يرى جريان الماء من خلال العود، ويسمع دبيب النمل في ظلم ليالي السود. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد بدر وأحد، وعلى آله وصحبه ركع السجود. أما بعد، إننا نجلس أمام هذه الشاشة مجرد لمناظرة القضية الرائعة والمهمة، ألا وهي جائحة كورونا جلبت الخير للعالم. وموقفنا واضح يا سادة بأننا نؤيد هذه القضية تأييدا تاما 100%. لكن قبلما أدخل في طرح أطروحات لتأييد هذه القضية دعوني أشرح لكم وأفند قبل ذلك أطروحات الصادرة من قبل الفريق المعارض الأول وكذلك الفريق المعارض الثاني. قال الفريق المعارض الأول، المتكلم الأول من هذا الفريق: أين مصدر من انخفاض تلوث؟ فأقول بأن هناك خبر الأخبار من BBC، وهذا من قناة موثقة، يقول في BBC بأن انخفاض ثاني أكسيد الكربون ينخفض بنسبة 50%. أليس هذا انخفاض يدل على أن جائحة كورونا جلبت الخير في العالم؟ هذا بالنسبة للتلوث. أما بالنسبة للتخدير فنرى في الواقع بينة الرؤية للواقع، نرى إلى الغابات ونرى إلى بيئة جامعية هناك عملية التخدير. لماذا؟ لأن التلوث ينخفض، فلذلك التخدير يرتفع بذلك. ثم كذلك يقول جائحة كورونا هذا ليس شيئا مفيدا، يعني هو مصيبة. يا أخي الكريم، لسنا بصدد الكلام عن مصيبة كورونا يا أخي الكريم. نعم كورونا هذا مصيبة، خلاص نتركها هكذا. لكن السؤال: هل جائحة كورونا جلبت الخير للعالم؟ فنجيب بأن جائحة كورونا جلبت الخير للعالم طبعا. ويقول المتكلم الأول من فريق المعارض الأول: نسبة الوفيات ملايين. يا أخي هذا شيء عادي. السنوات قبل جائحة كورونا يموتون ملايين كذلك. لكن لماذا نقول بأن الوفيات كثيرة جدا هذه الأيام، أيام جائحة؟ عدد الوفيات عادية، ليس مرتفعا. لكن السبب الذي يتغير، هم كانوا يموتون بسبب السرطان، بسبب الأمراض الأخرى HIV AIDS وكذلك، لكن الآن هم يموتون بسرطان لكنهم مصاب بكورونا أيضا، فلذلك السبب يتغير. لكن عدد الوفيات هذا شيء طبيعي. هذا الأول. تفضل بمداخلتك يا سيدي الكريم. طيب، سؤال بسيط: فإذا كانت الجائحة تجلب الخير التكرار من فضلك أنت، التكرار، إني لم أسمعك. فإذا كانت الجائحة تجلب الخير للعالم، ولماذا حاولت كل الدول في العالم الخروج منها إلى الآن؟ تفضل. فهمت كلامك. فهذا هو نقطة من فائدة جائحة كورونا. انظر، كل العالم يتوحدون، قبل ذلك يتحاربون بعضهم بعضا، يتقاتلون بعضهم بعضا، لكن الآن انظر يتوحدون في مكافحة كورونا. شكرا بنقطتك، شكرا كثيرا. ثم كذلك بالنسبة للوفيات، أنا سأركز في نسبة الوفيات. الأول، تخيل يا أخي لو لا يوجد كورونا، الذين يموتون قليلة جدا. أين نحصل على الموارد الغذائية؟ فطبعا
يفنون ينتهون بسبب الكثرة البشرية. هذا الأول. ثم الفريق المعارض الثاني قال إغلاق المطارات لا يؤثر إلى انخفاض اقتصادية الدولة، يقول يؤثر إلى انخفاض اقتصادية الدولة. يا أخي الكريم، المراد بإغلاق المطارات إغلاقها للزائرين، للناس، للأشخاص. أما بالنسبة للبضائع لعمليات التصدير والاستيراد فلا يتوقف المطارات، فلذلك ينخفض عدد عمليات المطارات الطيران، فلذلك ينخفض التلوث. شكرا. ثم أدخل في حججي. الأول عن المحور السياسي، فكذلك لقد قال المتكلم الأول من فريق المعارض بأن جائحة كورونا يؤدي إلى تعزيز علاقة بين الدول في العالم حيث يتوحد في مكافحة كورونا. ثم عن الناحية الصحية يتطور علوم الصحية بسبب كورونا، يكتشفون اللقاحات الكثيرة العديدة لمكافحة كورونا. ثم عن الناحية التربوية يا أخي الكريم، ننظر قبل جائحة كورونا هم يتعلمون بوسيلة مقابلة مباشر، لكن الآن ننظر إلى وجود وسائل كثيرة، إما جوجل كلاس روم وكانفاس وإلى غير ذلك من وسائل التعليم. ثم بعد ذلك عن الاقتصادية، تقدمت هيئة وأشكال التجارة هناك، وكذلك هناك عمال في البريد، فهم قبل جائحة كورونا لا يحصلون على الدخل الكثير، لكن الآن يحصلون على الدخل الكثير. تفضل بمداخلتك. نعم، دعونا نقارن أين الأفضل، التعلم عبر الإنترنت أو التعلم المباشر. شكرا يا أخي الكريم، تكلمت في شيء لسنا بصدده. أنا أقول بأن وسائل تتقدم تتطور، لا أقول بأن التعليم المباشر غير فعال، أنا لا أقول ذلك، لكن أقول أولا يكون هناك مجرد وسائل تعليم في مقابلة مباشرة، لكن الآن انظر وسائل التعليم يتطورون، يتعلمون في كل أوقات وفي كل أمكنة يا أخي الكريم، بدلا أن يجلسون في الفصل ويستمعون إلى المدرس مجرد 5 ساعات أو أقل من ذلك، وبعد ذلك ينامون في الفصل. أليس كذلك يا سيدي الكريم؟ فلذلك بناء على ذلك وأقوم لقد فندت كل حجج من كلا الفريقين، وكذلك أقوم بتلخيص فأقول بأن جائحة كورونا جلبت الخير للعالم وليس بعكسها، فموقفنا واضح. شكرا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. والآن ندعو المتكلم الأول من الفريق، المتكلم الثاني، ندعو المتكلم الثاني من الفريق المعارض الأول ليقدم آراءه وحجاجه. تجريب نعم. الصوت أو صوتي مسموع؟ مسموع. نعم مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي رئيس المجلس الموقر حيث التحكيم العادلة وإخواني من كلا فريق الحكومة والمعارضة، جمهور الكريم، طيب الله أوقاتكم بكل تمام الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئناكم اليوم في هذه القضية ليس إلا تناظر ويتناقش حول قضية المجلس التي تقول يعتقد المجلس أن جائحة كورونا جلبت الخير للعالم، فنحن من قبل فريق الموالاة طبعا نوالي بشدة على هذا القرار بأن جائحة كورونا جلبت الخير للعالم، منطلقة إلى موقفنا الأساسي على وهو لأن جائحة كورونا يؤدي إلى التغير من الشرور المتنوعة إلى الخير الكثير أيها السادة، ولذلك هدفنا من فريق الموالاة. معذرة يا المتكلم الثاني من الفريق المؤيد الثاني، الآن الفرصة للمتكلم الثاني من الفريق المعارض الأول. نعم، بعد هذا يأتي دورك. ulang waktu Ziyad. نعم، لا بأس، عادي يعني. نعم، الآن المتكلم الثاني من الفريق المعارض الأول. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، أما بعد.
فقبل أن أبدأ كلامي أرجوكم أن تحبوني أولا لأنكم إذا أحببتم فهمتم كلامي تدرون لما لأنكم إذا أحببتم فهمتم كلامي وإن لم تفهموا مراد لساني ستفهموا مراد قلبي. سعادة رئيس المجلس كلا الفريقين الموالاة والمعارضة ولجنة الحكام العادلة والرئيس البرلمان الموقر ولا أنساكم أيها الجمهور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئناكم اليوم تواجدنا هنا أنا وصديقي من فريق المعارضة لنعارض قضية المجلس وسنسرد من الحجج والأدلة ما يؤيد موقفنا في هذه القضية. ولكن قبل أن أبدأ إلى سرد البيانات والحجج سامحوني أن أفند على ما جاء به الموالاة. جمهور الكرام، إن الموالاة التي جعلت النور وصفا للظلام والموت ذريعة للحياة لقد أتت بحجج واهية حجج ضعيفة. لماذا أقول ذلك أيها الإخوة؟ لأنهم قالوا إنما محاورهم وحججهم يدور حول تأثير إيجابي في البيئة الجغرافية وكذلك في جودة الطبيعية. فقد سألت المتكلمة الأولى من فريق الموالاة الأولى ما فائدة هذه الأشياء إن لم ينتفع الإنسان بهذه كلها، حيث إنهم مرضى مصابين بمرض كورونا، فلا خير في تجدد هذه الأشياء في تطور إيجابي للبيئة وغير ذلك إن لم ينتفع الإنسان بهذه الأشياء. فهذه الأشياء من الغابات والنهار وكل شيء في العالم مجهز للإنسان، فإذا كان الإنسان مرضى فلا خير في هذه الأشياء، حيث لا أحد ينتفع من هذه الأشياء بسبب المرض حيث إنهم مصابين بهذا الوباء. ثم قالت المتكلمة الثانية بأن أغلقت جوانب من جوانب الحياة الكثيرة من الاقتصادية والتعليمية وهذا وكل شيء، فهذا دليل قاطع على صحة موقفنا بأن جائحة كورونا جلبت الخير للعالم. تفضل بالمداخلة. يا أخي الكريم، تسألنا من الذين ينتفعون بهذه الخيرات، فأقول الناس. لأن هل تعرف كم نسبة الذين يتعافون؟ 98%. لذلك هم ينتفعون بهذا. شكرا. تفضل. ولذلك لا خير في هذه الأشياء لأن كثير من الناس لقد قلنا بأن 80 أو بأن 200 مليون من الناس مصابين بهذا المرض، فلا ينتفعون من تحسين البيئة والجغرافيا وغير ذلك. ثم لقد قال بأن عدد الوفيات عادية. كيف تقول عادية والنفوس تموت والناس يموتون 200 مليون وتقولون بأن هذا شيء عادي؟ أين قلبك يا أيها الأخ؟ أين ترى 200 مليون يموت وتقول بأن هذا شيء عادي؟ فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنهم يقولون حجة ضعيفة. ثم قال مسائل التعليم تتطور، فنخبرك بأن الوسائل التعليمية قد تطورت قبل وجود كورونا، حيث هناك ماذا نقول الاختبار عبر الإنترنت، الاختبارات عبر الحواسيب الآلي، فهذا دليل على تطور الوسائل التعليمية. فإذا مرت الزمن ستتطور وتتطور، ولا نحتاج إلى أن نأتي بوباء وأن نأتي بجائحة حتى نطور هذه الأشياء. وقد قال بأن تتطورت اكتشافات الطبية، فاكتشافات الطبية قد تطورت منذ زمان، ولا نحتاج إلى وجود جائحة حتى تتطور هذه الأشياء. وقال التعلم بوسائل حاليا بالحاسوب أو تعلم عن بعد كل طلاب يستطيع أن يتعلم في كل مكان. اعلم بأن عدد المشاركين في عملية التعليم بعد وجود كورونا تنخفض انخفاضا شديدا، حيث إنهم أو بعضهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على الرصيد لمشاركة إنترنت، وكذلك لم يستطيعوا أن يدرسوا لعدم وجود الأجهزة. والآن سأناقش المحاور سريعا. لقد قلنا بأن هدفنا السامي الذي نرنو إليه واضعينه نصب أعيننا ألا وهو إثبات بأن جائحة كورونا
لا تجلب الخير للعالم. وقد تكلم متكلمنا الأول المحور الواقعي والمحور الصحية، والآن أنا كالمتكلم الثاني من فريق المعارض الأول سأبين المحور الاقتصادي والمحور الواقعي أو محور التعليمية. وقد بينا في تفنيداتنا آنفا بأن انخفضت التعليمات أو انخفضت اقتصاد الدولة، ومن دليل قوي على هذا أن بلدنا إندونيسيا ازداد دينها خلال وجود كورونا، وفي أواخر أكتوبر وصلت الديون إلى 5,877 تريليون، وهذا دليل واقع دليل واضح على أن جائحة كورونا تضر العالم خاصة في جهة الاقتصاد. ثم في جهة التعليمية أن استيعاب الطلاب للموضوع ضئيل للغاية، حيث إنهم لا يفهمون إذا تعلموا عبر الشبكات الدولية. وكذلك قد تم الإحصاء من قبل يونيسف أن 938 طالب توقف من الدراسة بسبب الجائحة، وأكثرهم بسبب ضعف الاقتصاد الذي يتسبب من انتشار وباء كورونا. فلهذا قد تبين لنا صحة موقفنا بهذه الحجج، ولذلك ندعوكم أيها الجمهور الكرام وأيها السادات الحكماء أن تنضموا معنا بأن موقفنا موقف صحيح، وهؤلاء لا يرفضون هذه الأدلة شيئا أبدا إلا أنهم موالة، لولا أنهم ليسوا في الموالة سيوافقون هذه الأدلة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على صحة موقفنا. ولذلك ندعوكم أيها الجمهور الكرام أن تنضموا معنا حتى لا تخسروا وتقولوا يا ليتني كنت مع المعارضين فأفوز فوزا عظيما. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan